بين أمين السماء والرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه المنطقة الصغيرة المطلة على شعاب مكة المكرمة كان جبريل عليه السلام يقول للنبي اقرأ، فيرد الرسول ما أنا بقارئ، ويعيد جبريل اقرأ، ويعاود الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ويكرر جبريل اقرأ، فيرد الرسول ما أقرأ، فيقول جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. عند هذا الغار الضيق الذي كان وما زال يخلو من أبسط وسائل العيش، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي شهر رمضان قبل بعثته يتعبد ويتحنث على ملة إبراهيم. الانطباع الأول الذي يتشكل عند الصاعد لمشاهدة المكان الذي بدأ فيه تاريخ الأمة الإسلامية هو قوة الرسول صلى الله عليه وسلم الجسمانية. فالجبل الذي يزيد ارتفاعه عن 630 مترا شديد الوعورة والانحدار، فضلا عن صعوبة الوصول إليه بسبب الصخرة التي تشكل بابا طبيعيا له. وعلى رغم مشاق تسلق الجبل إلا أنك تفاجأ بنوعيات لا تتخيل قدرتها على تسلق الجبل فضلا عن الوصول إلى قمته. فهذا الرجل الذي قال أنه جاء من الصين إلى الحج توكأ على عصاه ووصل إلى القمة، كما أن هؤلاء الشباب جاءوا من الطائف لمشاهدة مكان اللقاء الأول بين جبريل والرسول. سبب طلوعنا إلى غار حراء حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وخاتم الأنبياء. ويبدو أن أسرار هذا المكان ترفض الكشف عن نفسها رغم مرور كل تلك السنوات. فهذا العجوز الآتي من بنغلاديش والذي قرر دون أن يكلفه أحد حراسة الغار يقول أنه ما أن يجن الليل إلا ويضاء الجبل دون أن يعرف مصدر هذه الإضاءة، وهو ما يساعد زوار الغار الليليين على الصعود والنزول بسهولة. في الليل هنا كله نور، في أطلع في فوق هنا كله ماليزيا سنغافورة إندونيسيا كله يجينا أنا نوم هنا. على أن رحلة الهبوط من الجبل الذي تتفق كتب السير على أن أساس الكعبة المشرفة من حجارته لا يقل صعوبة عن صعوده. في هذا الغار كان اللقاء الأول بين سيدنا محمد وجبريل عليه السلام، ومن هذه البقعة أصبح شخص من كل 6 أشخاص في العالم يدينون بدين الإسلام. مجدي وعدو، غار حراء، مكة المكرمة.